فاطمة مش بتحب إيسو، فاطمة رد فعلها أوفر. إيلين اللي هي اتباعت رد فعلها أهدى من فاطمة. هرد على ده كله في الفيديو، يلا بينا. هاي حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم سارة البلدعي. النهارده هنحلل المشهد الثاني ما بين ايسو وفاطمة، او الجزء الثاني من مشاهد ايسو وفاطمة من الحلقة الأخيرة من السيزون الأول، اللي هو يعتبر المقابلة الأخيرة ما بينهم في السيزون ده. بعد ما عادل طرد جذب وإلفا، فاطمة في اللحظة دي حست إن عيلتها بتتفرق وما بقاش ليها حد منهم، هي مكسورة وضايعة ومتلخبطة. فاطمة اتعودت لما الدنيا بتقفل في وشها مش بتلاقي أمانها ولا هدوءها غير مع إيسو. هي رايحة هناك وهي بتغلي، وعقلها الواعي بيقول لها روحي اتخانقي معاه وطلعي غضبك عليه وعلى عيلته، بس قلبها جرها للمكان ده لسبب تاني خالص. هي رايحة تدور على المكان الآمن اللي متعودة يهديها. يعني فاطمة راحت له لأنها كانت محتاجة الراحة بعد اللي حصل مع جذب وإلفا. هي كانت عارفة إنه مش هيعرف يواسيها لأنها مش هتسمح له بده، بس هي كانت محتاجة المواساة دي فعلا، وراحت له وهي عارفة إن مفيش حل. لما راحت ولقت نفسها مش هتعرف تترمي في حضنه زي زمان، قلبت الوجع ده كله لغضب وزعيق وعتاب. في علم النفس ساعات الشخص بيروح يخانق الشخص اللي بيحبه مش عشان هو كرهه، بل لمجرد إن هو عاوز يكون قريب منه وعاوز يشوف نظرة الحب والاهتمام والخوف في عينه. هي راحت وهي عارفة إن هي مش هتطلع بحاجة، بس مجرد وجودها في محيط إيسو وإن هي تصرخ وتطلع الكبت اللي جواها في وشه بالذات كان هو المواساة المشوهة الوحيدة المتاحة ليها في عز خراب عيلتها. ساعتها إيسو بصلها كام ثانية كده وبعدين راح علشان يلمسها. إيسو حافظ فاطمة وعارفها أكتر من أي حد، هو أصلا ما يعرفش اللي حصل مع جذب وإلفا، هو ما كانش مركز في كلامها عنهم، هو كان بيبص في عينيها وبيسمع نبرة صوتها اللي كلها ألم وهي بتتكلم. النظرة الطويلة دي خلته يستوعب فورا إن فاطمة اللي واقفة بتصرخ وبتدعي عليه وعلى عيلته دي مش جاية عشان تهاجمه، دي جاية وهي مكسورة. هو قفش الاحتياج اللي مخبياه ورا غضبها، هو شايف ان هي ضايعه ومحتاجه الامان. ليه راح على طول علشان يواسيها؟ اول ما فاطمه خلصت كلامها، غريزه ايسو كحبيب وزوج هي اللي حركته بسرعه ومن غير تفكير. في اللحظه دي ايسو كل اللي شافه ان حبيبته بتتوجع، وطالما بتتوجع يبقى ما فيش اي حاجه تمنعه في الدنيا ان هو يروح يطبطب عليها. هو عارف ان هو ملجأها، هو عارف ان لما فاطمه بتتعب هو اللي بيشيلها، عشان كده اتحرك ناحيتها باندفاع. هو راح لها لانه مش قادر يشوفها وهي بتنهار قدامه، فقرر ان هو يروح يلمسها ويواسيها. فاكرين لما كان عادي زعلان منها وفاطمه قالت لايسو ان الوحده خفت عشان هو جنبها، عشان كده هو كان مصدر الامان والقوه بتاعتها. وهنا عيلتها بتتدمر وبتتفرق وهو كمان مش موجود معاها. ساعتها لما كان رايح يقرب منها هي قالت له ما تقربليش، فهو قال لها ان هو مش يقدرش ان هو يشوفها زعلان، فهي اتعصبت وقالت لو مش قادر تشوفني زعلانه ما كنتش كدبت عليا، وانا اخدت بالي من حته وعجبتني قوي. فاطمه دخلت وهي بتصرخ علشان موضوع جذب وإلفا، بس لما قيسوا لمس وتر حساس عندها وقال لها ان هو مش قادر يشوفها زعلانه، كانها كانت مستنيه الكلمه دي علشان ترمي القناع وتدخل في الموضوع اللي معذبها بجد. سابت موضوع جذب وإلفا وراحت قايله له لو ما كنتش قادر تشوفني زعلانه ما كنتش كدبت عليا. هنا بان ان الغضب الحقيقي والاصل في القهره هو قيسو كذبته، وموضوع عيلتها كان مجرد القشه اللي خلتها تنفجر، كانها عاوزه تقول له لو ما كنتش كدبت عليا كان زماني في حضنك دلوقتي. موضوع عيلتها ده الوجع الخارجي، المشكله اللي حصلت مع جذب وإلفا وخراب العيله ده كان بمثابه الضغط اللي فوق طاقتها والحجه اللي سمحت لها تروح وتنفجر عنده. انما كذبه قيسو ده الوجع الداخلي والاساسي. فاطمه كانت ممكن تستحمل اي حاجه تحصل في الدنيا لو كان قيسو في ظهرها وصادق معاها، لكن لما المصيبه حصلت وجريت عليه افتكرت ان الامان نفسه ما بقاش موجود لانه كذب عليها. لو قيسو ما كانش كذب عليها وكان صريح معاها من الاول، كان زمان لما تحصل مصيبه جذب وإلفا دي فاطمه كانت هتروح جري وتترمى في حضنه وكانوا هيشيلوا الوجع سوا. اللي قاهر فاطمه في اللحظه دي هو التناقض، هي في اشد الحاجه ليه علشان يواسيها من اللي حصل في عيلتها، وفي نفس الوقت مش قادره تقبل مواساته لانه في نظرها كذاب. هي واقفه في النص، عيلتها بره بتضيع وامانها جوه كمان ضاع بسبب الكذبه، فبقت حاسه باليتم من الناحيتين، لا عيله باقيه ولا زوج تتحمى فيه وهي مطمنه. فعشان كده اول ما فتح سيره زعلها نسيت الدنيا كلها وافتكرت وجعها منه هو بالذات. ساعتها بعد الحوار ده مسكت شعرها ولفت وراحت رايحه خابطه الباب وكانت بتعيط. في لغه الجسد لما تمسك شعرها او تشد لورا في وسط زعل او خناقه، الحركه دي بتكون رد فعل لا واعي بتعبر عن الضغط الشديد والتوتر اللي فوق الحمل، فبتمسك شعرها كمحاوله لتخفيف الضغط العصبي اللي هي حاسه بيه. خبطه الباب معناها تفريغ شحنه اخر، هي مش قادره تضربه ولا قادره تغير الواقع، فطلعت كل غيظها وغضبها في الباب.
ونيجي للجملة التحفة واللي كتير مستنيين المقطع ده بالذات عشان الجملة دي أحللها لكم وأقول لكم هي تقصد إيه وهو يقصد إيه وكده. هو لما قال لها حبك كان صعب فخفت أقول لك السر أخسرك، ففاطمة قالت له حبك ما كانش صعب، الصعب إن أنا أقبل حبك. أنا مش فاهمة أنتوا مش فاهمين إيه فيها. تعالوا بقى إيه ناخدها كده واحدة واحدة. حبك ما كانش صعب يعني أنا من الأول بحبك بس ما كنتش قادرة أعترف بده أو أقبله. حبك كان سهل لأنك تستاهل تتحب، بس الصعب كان إني أقبلك وأنا عارفة أنت مين بالظبط، بما إنه عدوها وكده يعني، فكان صعب إن هي تقبل الحب ده، يعني من جواها الحب موجود بس مش قادرة تعترف له علشان هو مين؟ عشان هو عدوها. فهي جت قالت له بعد الجملة دي قالت له إيه؟ وأنت دمرت ده كمان. قصدها إن أخيرا لما جالها الشجاعة وقدرت إن هي تعترف له بحبها أنت دمرته بكذبتك. الجملة تحفة وبتدل على إن فاطمة بتحبه وبتحبه من الأول بس ما كانتش قادرة تعترف له علشان هو من عيلة فورتونا وكده، وخلاص بقى جالها الشجاعة وكده ونسيت كل حاجة، هو جه دمر كل حاجة بالكذب. عشان كده هي حاسة بالقهرة من جواها، وفي الآخر تيجي تقولوا لي فاطمة مش بتحبه. فاطمة مش بتحبه إيه؟ يعني الجملة اهي واضحة، بتقول له أنا بحبك وأنت تستاهل إن أنت تتحب، لأنه فعلا يستاهل إن هو يتحب. فاطمة بعد صراع طويل مع نفسها استسلمت لحبها وداست على فكرة إن هو من عيلة الأعداء، وقررت إن هي تتجوزه وتعيش معاه الأمان. وأول ما وصلت للحظة دي دمرها لأنها اكتشفت إن هو بيكذب عليها. ندخل في حتة لما قالت له أنا بكرهك والفلاش باك بتاع إيسو. لما فاطمة قالت له أنا بكرهك، إيسو جاله فلاش باك بجملة أنا بحبك لما طلعت بنفس الغضب وبنفس العصبية بتاعتها، بس الفرق هنا أنا باكرهك، في الفلاش باك أنا باحبك. يعني زمان ورا الزعيق ده كان وراه حب وتضحية وحماية، ولكن في الحاضر ورا الزعيق ده كره ووجع حقيقي من كذبته وإن هي وثقت فيه. إيسو اتكسر تماما لأنه لما افتكر إن هي زمان كانت بتضحي وبتقول له بحبك وهي بتعيط وبتزعق بس في عينها دلوقتي وهي بتقول له بكرهك، حس إن هو خسر أغلى حاجة امتلكها في حياته. فاطمة خرجت ساعتها من الأوضة وهي خلاص كانت جايبة آخرها. أسماء وإليني لما حضنوها الحضن ده كان فيه طبطبة على جرح فاطمة، وبعدين فاطمة دخلت بأوراق الطلاق علشان تخلي إيسو يمضي عليه. هتلاقوا فاطمة وهي داخلة الأوضة لإيسو كانت مكسورة والدموع مالية عينيها، وبعدين إيسو لما هي مشيت وقف وراح علشان ياخد الورق. النظرة دي للورق كانت ثواني من الاستيعاب، هو شايف الكلام اللي هينهي حكايتهم وهو بيكرمش الورقة، ما كانش باصص ليها بغضب أو تحدي، عينه كانت مكسورة وبصة للورق بحزن، نظرة شخص حاسس بالذنب ومش قادر يصدق إن حكايتهم وصلت للنقطة دي. الكرمشة الهادية في الموقف ده تعبير عن العجز والرفض الحزين، هو مش في الموقف اللي يسمح له إن هو يغضب أو يتخانق لأنه عارف إن هو غلطان، وفي نفس الوقت مفيش في قلبه غير الحب الفضيل، فطلع رفضه للطلاق في حركته لما كرمش الورق. وندخل في مشهد الفلاش باك بتاع فاطمة لما دخلت الأوضة وافتكرت إيسو. فاطمة أول ما دخلت الأوضة وجعها الحنين وافتكرت إيسو فورا، لأن الأوضة فكرتها بأول يوم جمعهم مع بعض في نفس الأوضة في بداية جوازهم. الإحساس هنا كان صدمة ذكريات ووحشة حقيقية لإيسو، يعني وحشها يعني. ورغم الزعل منه ان هي ادت له ورق الطلاق لقت نفسها مش قادره تدخل المكان من غير ما تفتكر وتتاثر. وفي الاخر فاطمه مش بتحب ايسو طبعا، داخله الاوضه افتكرته كده علشان هو شخص ما يتحبش يعني. ايه يا جماعه، ايه يا جماعه. يلا نرد على اسئلتكم. والحاجات اللي انا شفتها ان فاطمه ردت عليها اوفر، اليني ادت لعروج فرص كتير وفاطمه ما ادتلوش فرص، يبقى فاطمه مش بتحب ايسو. هنرد بقى ايه واحده واحده. الناس اللي بتقول ان ايسو طبيعي ان هو يخبي بيقيسوا الامور بظاهرها، بالنسبه لفاطمه الموضوع اكبر من كده بكتير. فاطمه حبت كبريائها وداست على فكره ان ايسو من عيله الاعداء عشان تفتح له قلبها وتقبله. لما تكتشف ان هو بيكذب الصدمه هنا ما كانتش ليه مخبي السر، الصدمه كانت ان هي ادت له امانها وثقتها فيه وسلمته قلبها وهو كذب عليه. الكذبه هنا هزت اساس الامان اللي هي حاربت نفسها عشان تبنيه معاه. لو فاطمه مش بتحب ايسو ما كانتش هتعيط بالحرقه دي ولا تتعصب بالشكل ده، لو هي مش بتحبه كانت هتمشي ببرود ومش هيفرق معاها اي حاجه. انما فاطمه بتتقطع من جوه لانها حاسه بالخذلان من الشخص الوحيد اللي افتكرت ان هو هيكون ملجأها وامانها من الدنيا. الزعيق وكلمه بكرهك اللي طالعه بحرقه دي هي الوجه الاخر لانا بحبك، لدرجه ان كذبتك ذبحتني من جوه. كنت شايفه كلام ان فاطمه ازاي تمسح كل الحاجات الحلوه اللي ايسو عملها عشانها وتعمل الحاجات اللي هي عملتها دي. هل هي مسحت كل الحاجات الحلوه؟
لا، هي في صدمة نفسية. الإنسان في لحظة الصدمة والوجع ما بيقدرش يعمل موازين ويقول بس هو عمل لي حاجات حلوة زمان. العقل ساعتها بيقف قدام الطعنة الحالية بس. وكمان ما ننساش مشهد الفلاش باك لما هي دخلت الأوضة وافتكرته، وكمان المشهد المحذوف لما كانت بتعيط عشانه. الناس اللي بتقول إليني ادت فرص كتير لعروج وفاطمة ما ادتلوش فرص. الناس اللي بيقولوا إليني ادت لعروج فرص كتير وفاطمة ما ادتش لإيسو ولا فرصة، مش فاهمين الفرق ما بين الشخصيتين والموقفين. إليني أصلا ما كانتش متفاجئة، كان قلبها حاسس ومستنتج كدب عروج، فالصدمة عندها كانت خفيفة وممهدة نفسيا. ده غير إن تركيبتها النفسية بتميل للتسامح. في علم النفس لما الإنسان بيكون عنده توقع أو شك في الكذبة، الصدمة لما بتحصل حقيقي بتكون أخف بكتير، لأن العقل بيكون بنى جدار حماية وهيئ نفسه للصدمة قبل ما تيجي. أما فاطمة الصدمة نزلت عليها فجأة والسر اتعرف فجأة بدون أي تمهيد. فاطمة ما كانتش شاكة في 1% في إيسو إن هو ممكن يكون مخبي عليها حاجة وكمان يكذب عليها، فهو عمل الاتنين، خبى وكذب. فعشان كده الصدمة ولدت غضب وانفجار أضعاف الصدمة المتوقعة. فاطمة شخصية قوية متربية في صراعات الجبل، إن هم ياخدوا بالطار والدم والانتقام. بيئتها علمتها إن الغدر ثمنه غالي، وعلمتها الكره لعيلة فورتونا. فلما تحب إيسو اللي هو من فورتونا وتتحدى دم عيلتها وبعدها تكتشف الكذبة، فلازم من جواها تطلع بنت الجبل القديمة عشان تحس إن هي وفية لنفسها القديمة ولأهلها. إنما إليني عاشت في بيئة تانية خالص بتميل للتسامح والغفران. حتى لو حبت عروج وعملته أسود بكتير من إيسو إن هو جاب لها أم تانية، هي تركيبتها النفسية بتميل لامتصاص الصدمات وبتميل للهدوء، ومش هينفع تعمل رد فعل فاطمة لأنها مختلفة وبيئتها مختلفة. عشان كده الناس اللي بتقارن رد فعل إليني برد فعل فاطمة بتظلم فاطمة جدا. إليني كان عندها شك بالكذبة ومستنية ومجهزة نفسها، إنما فاطمة كانت نايمة في أمان الله في حضن الراجل اللي افتكرته أمانها، وفجأة صحيت لقت الحيطة اللي هي سند عليها مهدودة. إيسو مكسور من الذنب لأنه عارف إن هو غلطان، لكن فاطمة مكسورة من الغدر والخذلان، ووجع الخذلان والغدر بيبقى صوته أعلى من وجع الذنب. باختصار إيسو كان عنده حق إن هو يخبي عشان خاطر عيلته، وفاطمة عندها ألف حق إن هي تغضب من وجهة نظرها وطبيعتها الأصلية. الناس اللي بيقولوا هو اختار عيلته وهي اختارت عيلتها يبقى تزعل ليه؟ هنا بيقيسوا موقفين مختلفين تماما. زي ما قلت قبل كده في الأول، إيسو كان معاه حق إن هو يخبي، بس من ساعة ما هو خلاص اعترفوا بحبهم لبعض كان المفروض ان هو يقول لها ان هو عارف السر. ساعتها ما كانش هيبقى كذاب في عينيها وما كانش كل ده هيحصل. فيا ريت يا جماعه تعرفوا ان في اختلاف شاسع ما بين الشخصيات، وتعرفوا ان فاطمه من الاول اصلا كده، فالحب غيرها واتغيرت فعلا كتير. في الاخر هي ما هاجمتش ايسو على اي غلط من عيلته من ساعه ما هم حبوا بعض، بس من ساعه ما خلاص هو كذب عليها وهتموت من جواها لانها محتاجاه جنبها ومش قادره تسامحه عشان خاطر اخوها وعشان خاطر ان هو كذب عليها، فبتطلع كل ده في صوره الغضب اللي احنا شفناه. وكنت هنسى المشهد لما قالت لظريفه انا مش عارفه ايسو فين، ممكن مات او اختفى. الناس زعلانين قوي من المشهد ده. يا جماعه هو مفروض عقاب ظريفه ان هي تحس بفقدان عيالها، فهم واهمين ظريفه ان ايسو حصل له حاجه، فلازم ياكدوا. ففاطمه لازم تظهر لها بصوره البنت البارده اللي مش فارق معاها جوزها ده حصل له ايه، وان ايسو مش نقطه ضعفها، فلازم تبين لظريفه كده. فبالتالي قالت لها مش فارق معاها هو فين، مات ولا حصل له حاجه. وانا شايفه المشهد عادي يعني مش مستحق الهجوم ده كله. واخيرا وصلنا لنهايه الفيديو، وعاوزه اقول لكم ان انا زعلانه لان التفاعل قل خالص على الفيديوهات مش زي الاول. تقريبا انتوا سحبتوا عليا مع سحبكم للكابل بسبب اللي بيحصل من زينب واردام. بس في الاخر انا ممتنه بجد لكل واحد بيتعب ويكتب لي كومنت ويشجعني، وبجد ببقى مبسوطه قوي من جوايا لما بشوف تعليقاتكم الجميله دي. وخلصنا الفيديو طبعا، وان شاء الله بقى احلل لكم من المشاهد الحلقات القديمه، واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجديد. سلام.